اول شيء ضيفك الكريم لو كان هلا في الجزائر ما كان حكي بسكايب، ما عنده الانترنت ليحكي بسكايب، دولة متخلفة ما عندها شيء، لذلك هو موجود عم يعمل الجهاد في باريس. أستاذ علي يسحب هذا الكلام، سجلها يسحب هذا الكلام، هذه إهانة. سجلها أستاذ إسماعيل، وأنا أطلب منه أيضا، هذا ليس مستوى نقاش، هذا ليس مستوى نقاش. عدم استخدام لغة يعني لا تليق ب اللغة الدبلوماسية والتخاطب. يعني هلا إذا هو قال لك أيضا إسرائيل دولة متخلفة أيضا لن ترضى بذلك يا دكتور إيدي. خليه يقول هذا يعني هو ضيفك يعني ما خلينا تفضل خلص كلمتي الله يخليك. مشان هيك اختار فرنسا لكي يمارس الجهاد، ما يسمى الجهاد الإعلامي عنده أولا. ثانيا، أما بالنسبة ماذا إسرائيل يمكنها أن تعطي لهذه الدول التي يا رجل لا تشخصن القضية. أستاذ علي للمرة الألف هذا الضيف دائما تجيبوه شخصا القضية، لا شخص فيها، لا توجه لي في الاتهام. أنا أعطيتم كوكاكولا تبع الزلزال. هيك الجزائر تساعد السوريين والأتراك، ترسل لهم دكتور إيدي ليش أنت ما جاوبتني على سؤالي؟ أنا سؤالي كان واضح، كان أبسط من كل ما تتفضل به. رجاء أستاذ إسماعيل، يا أستاذ يا دكتور إيدي، يا دكتور إيدي اسمح لي رجاء، اسمح لي دكتور المناظرة، وهذا ليس دكتور إيدي كوين. إسرائيل رائدة في التكنولوجيا. الأفارقة يا دكتور إيدي، الأفارقة عانوا ما عانوه من الاستعمار، لذلك نرى تعاطفهم طبيعيا. وهذا قدمت يا أستاذ إسماعيل، الأفارقة عانوا ما عانوه من الاستعمار، لذلك نرى تعاطفهم طبيعيا مع الفلسطينيين في وجه ما يتعرضون له من جانب إسرائيل. هذا كل ما سألته. لا شو دخلني بالكوكاكولا؟ لا غير صحيح، بس الجزائريين بيقولوا هيك. الأفارقة حتى مصر تتحدث عن الاحتلال. ولو القضية الفلسطينية سوى الخراب والإرهاب، شو عملوا الإخوانجية في السودان؟ شو عملوا في الصومال؟ شو عملوا في كل هذه الدول؟ الآن نحن في مرحلة جديدة. يا رجل دولة صغيرة لا يمكنها أن تستعمل مليارات الأشخاص، ملايين الأشخاص. نحن نريد التعاون، نحن نريد السلام. حلو. الضيف قد يعرف كلمة سلام. نحن نريد نعمل سلام بين الشعوب. حلو. تمام. سلام بين المسلمين تريد واليهود. إسرائيل السلام، ومن يمنع هذا السلام، تريد إسرائيل السلام، ومن يمنع هذا السلام يا أستاذ إسماعيل هي إيران. هي التي تقف وراء الموقف الجزائري، هي التي تقف وراء موقف جنوب أفريقيا. هذا ما قالته تل أبيب. هل صحيح أستاذ إسماعيل أن إيران تستطيع أن تؤثر على الموقف الجزائري وعلى موقف جنوب أفريقيا في الكتلة الإفريقية في الاتحاد الإفريقي؟ أستاذ علي، أولا أطلب من ضيفك يطلع المستوى، لأن مستوى نتاعو الآن راهو لتحت، راه يتكركر، بنقولها بالدارجة الجزائرية. اثنين، أنا إذا كنت تعطي له صفة الدكتور، أنا دكتور، تعطيني دكتور، أنا لا أملك شهادة دكتوراه. يعني فضلا يعني وتكرما أن تكون القدم المساواة، أنا مش تنزلني وهو تطلع له صفته، ربما لا يملك هذه الصفة. ثم اثنين يا أستاذ علي، شوف هذا الكلام الذي لا وجود له في المنظومة الدولية عندما نقحم إيران. ما دخل إيران في العلاقات الدولية؟ في علاقات إفريقيا، في علاقات الاتحاد الإفريقي بشركائه في داخل منظومته. هل أصبحت لإيران هذه القدرة حتى تؤثر على الجزائر وعلى جنوب أفريقيا وعلى الاتحاد الإفريقي ككل؟ يعني خلاص ما هذه إيران خلاص طغات لهذه الدرجة هذه. أنا نقول لك يا أستاذ، هذا الذي ليس له مبرر، والصفعة لم تكن لهم، لم يستسيغوا هذه الصفعة، فأصبحوا يعني هكذا يرمون هذه الاتهامات لإيران، وهذا بإعاز من إيران. طيب. الجزائر عادت بقوة، بدبلوماسيتها، بثقلها، بثقتها، بمصداقيتها. الاتحاد الافريقي اليوم يضع كل الثقة في الجزائر. تمام. نعم.
دكتور اسماعيل، نعم. أريد أن نواصل مسألة إيران، لأنه وردت ببيان الخارجية الإسرائيلية دكتور إيدي كما تعرف، يعني أنت ما جبت سيرة إيران، ولكن تل أبيب تحدثت عن إيران. هي قالت أنه الجزائر وجنوب إفريقيا تحركتا بدافع من إيران. لماذا لصق كل ما لا يعجب إسرائيل بإيران، وكأنه إيران هي الدولة الوحيدة التي تكن العداء لإسرائيل؟ رأينا ما حدث في مونديال قطر، حتى الناس في الشوارع واجهوا مشاكل مع المراسلين الإسرائيليين لتخرج الصحافة الإسرائيلية وتقول إننا محاطون بالكراهية من كل الجهات. ألم يحصل ذلك؟ وين كانت إيران بمونديال قطر؟ صحيح. أنا كمان يعني لا أفهم، يعني الجزائر عندها أكثر الكراهية من إيران. أنا أعلم، لا أعلم، هذه رواية وزارة الخارجية، يمكن عندها معلومات أنا ما عندي إياها. فهم روحك. لا لكن فهم روحك. أنا أقول لك، فهم روحك. نحن نتكلم لما بنحكي عن الجزائر. من هي الجزائر؟ دولة تمول الإرهاب، تمول ميليشيات إرهابية بوليساريو، تقمع شعب القبائل، تحتل جزء كبير. هي دولة احتلال. الجزائر هي دولة احتلال، هي دولة استعمار. مش إسرائيل دولة احتلال، هي تحتل دولة القبائل، تقمع دولة القبائل، تعذب الشعب القبائلي. ما جاوبتني على سؤالي يا دكتور إيدي. ضيفك على من يوجه هذا الكلام؟ لمن يوجه هذا الكلام؟ ما جاوبتني على سؤالي. ما جاوبتني على سؤالي. لماذا الخارجية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تدفع كل شيء باتجاه إيران؟ لماذا؟ هذا سؤالي. لكن صراحة أنا أتحفظ على هذا. أنا لا أظن إيران يعني تبرئ إيران. أنا موافق مع هذه الرواية. أنا بقول لك إنه كراهية الجزائر أكثر من كراهية إيران. أعتقد إنه الجزائر وجنوب أفريقيا، يمكن كمان إثيوبيا الدولة المستضيفة. طيب، قلت لكن إنه سيدي العزيز، نحن لن ننسى إنه إسرائيل سترد. أول شيء لم يستطيعوا طرد إسرائيل، بالرغم من إنه من العام الماضي زعموا بأنهم طردوا إسرائيل، وهي لديها بشكل رسمي صفة المراقب. لم يستطيعوا إزالة هذه الصفة. هم دكتور إيدي، لم يستطيعوا. قلت إنه إسرائيل سترد. استغلوا إنه السفير مش موجود لعمل كل هذه الدوشة. الدبلوماسية الإسرائيلية قوية، دولة إسرائيل دولة وهي قوية. قالت الخارجية الإسرائيلية أنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا لتوبيخه. هل هذا هو الرد الإسرائيلي على ما جرى؟ عن جد ما عندي معلومات، لا أقدر أن أتفوه، لكن ليس لدي أي شك بأن لا، تصورك يعني للرد، تصوركم للرد، كيف سترد إسرائيل؟ طالما أنه حضرتك تأكد أن إسرائيل سترد الساعة ساعين. نعم، إسرائيل لديها كل الأدوات لكي ترد. إسرائيل كمان عندها علاقات تجارية مع كثير الدول، وخاصة مع أثيوبيا. وعندنا هون أكثر من 100,000 من الأثيوبيين اليهود اللي ساكنين في أثيوبيا. إسرائيل لديها علاقات متينة مع أثيوبيا. هي تعلم جيدا كيف سترد. نحن لدينا علاقة مميزة مع مصر، ما بدي أدخل بالتفاصيل. إسرائيل تعرف كيف تنتقم إذا تريد أن تنتقم. هذا لكن يبدو أن مسألة صفة المراقب نقطة فقدتها إسرائيل. فقدت صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي إسرائيل، أليس كذلك دكتور إيدي؟ لا 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 لا. كيف لا؟ لا أستاذ علي، خليني نجاوب. أعطيني الوقت يا أستاذ علي. لحظة أعطيني الوقت يا أستاذ علي. نص دقيقة وأعود إليك دكتور إسماعيل. نص دقيقة. لجنة سوف تبت في هذا الأمر، لكن لم يبت شيء في هذا الأمر حتى الآن. ماشي. بالمقابل دكتور إسماعيل، تقول جنوب إفريقيا أنه الاتحاد لم يبت بعد في طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب. هناك لغط كبير غير مفهوم، يعني هل لدى إسرائيل صفة مراقب؟ هل بت هذا الطلب؟ لم يبت؟ ما مصير هذه القضية؟ صفة الملاحظ هذه لا يملكها هذا الكيان المحتل، لا يملك هذه الصفة. قلت لك أن اللجنة هذه مشكلة من 7 لا لم تجتمع، وهي التي سوف تفصل في هذه القضية. ما دام ما فصلتش في هذه القضية لا يمكن لهذا المحتل أن يدخل. ثم أيضا هذا الاتحاد الافريقي يرفض هذا الكيان. للأسف. واش يحوس عنده؟ ماذا ستقدم
ماذا ستقدم؟ ماذا ستستفيد؟ للأسف دكتور إسماعيل الإسرائيلي ماذا سيستفيد من إفريقيا؟ نعم. ليش خايف من إسرائيل أنت كلا؟ للأسف ليش خايف؟ ليش مرعوب من إسرائيل؟ انتهى الوقت. لأنك دكتور إيدي كوهن